العدل بين الأولاد، العدل بين الأولاد في الحياة، طبعا في الممات الله مقسمها سبحانه وتعالى المواريث، لكن في الحياة أول شيء يكون بحسب الحاجة. يعني واحد كبر محتاج سيارة، واحد عمره 7 سنين ما اشتري له سيارة ب7 سنين مثلا، أقول والله من باب العدل هذا شرت سيارة هذا ما شرت له سيارة. واحد بيتزوج فبذلت له أموال عشان يتزوج، الثاني بعده ما هو حول زواج ما أعطيته شيء. فهنا يكون أحيانا بحسب الحاجة، هذا محتاج هذا غير محتاج، وهذا ليس فيه تفريق، أو هذا عليه دين، أحد أولاد صار عليه دين مثلا ديون وكذا وتعرف ساعدته في هذه الديون. أما إذا كانت الأمور طبيعية جدا هذا لا يجوز. لما جاء النعمان بن بشير أو والده بشير بن سعد لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن ابني النعمان أهديته حديقة وأريد أن أشهدك على هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل أولادك أعطيت؟ قال لا. قال ارجع فإني لا أشهد على جور. فسماه جورا صلى الله عليه وآله وسلم ولم يشهد عليه. فالقصد أن أعطي الأولاد كل بحسب حاجته، اللي محتاج أعطيه. أما الذكور والإناث كذلك، هذه البنت تبي لها ذهب، تبي لها تقول ملابس، نفنف بكم الحين؟ ها 70 80 دشداشة بكم وبشار؟ ماكو يعني دشداشة 10 دنانير 15 دينار بعد عمرها كذا. زين نفنوف تعال ب 60 70 100 200 والله المستعان. عاد تشوف اخبار الحريم عاد في هالامور هذه. فالقصد ان يعني النفقه تختلف بحسب الحاجه، بحسب الحاجه. فاذا كان هذا محتاج هذا غير محتاج يعني اوفق بين هذا وذاك. اي نعم. اي نعم تساوي بينهم. اي اذا كان فاتح لهم حسابات هني تعطيهم بالسواء، لان هذه